في عز الضلمة وفي وقت الناس كلها كانت بتحكي عن ريا وسكينة، كان في جريمة أبشع وأبرد وأكتر وجع من أي جريمة تانية. جريمة ما كانش فيها مجرد سكينة، لا، دي كان فيها سم ونار وبلطة. وهنا مرتكبة الجناية كانت واحدة ست عادية جدا جدا، اسمها سعاد صالح القردي. سعاد دي كانت من بلد بسيطة قوي اسمها شعشاع، شابة جميلة جدا وفي وشها براءة الأطفال. كانت بتخدعك ببراءتها ديت، بس في قلبها كان في سواد الدنيا كله. الدنيا لعبت بيها، أو يمكن هي اللي لعبت بالدنيا. لو أول مرة تشوف القناة، أنا بقدم لك هنا قصص رعب حقيقية وغريبة حصلت مع ناس عاديين زينا كده. لو بتحب النوع ده من القصص ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، وخلينا نبدأ. وبسم الله. قصتنا النهاردة هتحكي عن سفاحة الخمسينات. هي مشهورة باللقب ده لأن هي فعلا ما تعرفش حاجة اسمها حرام أو عيب. محمد كان مزارع في قرية اسمها شعشاع في المنوفية، وكان بيسافر كتير جدا في الحومدية في الجيزة، وده كان في سنة 1943 عشان يجيب الطلبات اللي هو محتاجها علشان يزرع أرضه. وطبعا في السوق كان فيه كل حاجة الناس بتحتاجها. محمد كان في يوم من الأيام كان في السوق، عجبته بنت كانت بتبيع قطن ولفتت انتباهه جدا. رجع عند الفرشة اللي هي واقفة عليها، لقى أخوها الصغير قعد يتكلم معاه، وعرف إن دي أخته الكبيرة. كمان عرف من كلامه مع الولد إن أبوه وأمه متوفيين، وإن مفيش حد غيره هو وأخته. بيزرعوا الأرض وبيجمعوا المحصول وبيبيعوه في السوق كل أسبوع على الوضع ده. كمان حكاله إن المكان اللي هم واقفين فيه في اليوم ده ما كانش مكانهم، هم ليهم مكان معين، بس هم أول مرة يقفوا في المكان ده. اليوم ده روح محمد على بلده وما اشتراش أي حاجة، علشان كان طول الوقت بيفكر في البنت الجميلة اللي شافها. كان بيفكر فيها وإن هي قاعدة لوحدها هي وأخوها وما لهمش أي حد خالص، وقعد يفكر هيعمل لها إيه. والتفكير ده خد منه كام يوم. استنى ميعاد السوق الأسبوع اللي بعده، وراح كلم أخوها وقال له إن هو عايز يتجوزها وإن هو عنده شغل خاص بيه. طبعا سعاد لما عرفت الموضوع ده رحبت بيه جدا، واشترطت حاجة واحدة، إن هي لازم تاخد أخوها الصغير معاها عشان هو ملهوش أي حد خالص غيرها. وافق محمد على الموضوع ده، وكان مبسوط جدا إن هي متمسكة بأخوه. فعلا اتجوزوا وسافروا المنوفية هما والأخ الصغير علشان يعيشوا مع بعض. كان محمد بيزرع الأرض زي ما هو، وشغل معاه أخو سعاد، وسعاد كانت بتشتغل خياطة علشان تزود الدخل. بعد سنتين خلفوا طفلين، وما كانوش شكل الأب خالص ولا حتى شكل الخيل، بس ده ما خلاش محمد يعمل أي مشكلة، وكان مبسوط جدا في حياته. في الحقيقة محمد ما كانش عارف إن مراته بتخونه طول الوقت، وكان باين على حياتهم من بره إن هي حياة مستقرة جدا. سعاد ما كانتش وافية لجوزها خالص من أول يوم جواز، خانته مع ناس كتير جدا. بعد ما مر 4 سنين على جوازهم، الناس كلها بقت بتتكلم عنها بشكل وحش، وبقوا عارفينها كويس جدا. طبعا في القرى الناس كانت بتعرف بعض، ولغاية دلوقتي الناس كلهم عارفين بعض وبيعرفوا كل حاجة عن بعض. الكلام اتطور جدا واتنطور ووصل لحد محمد. لما سمع محمد الكلام ده قرر ان هو يراقب مراته ويعرف بنفسه الحقيقة. قرر ان المراقبة دي هتبقى من وراها، وهي مش هتعرف اي حاجة خالص عنها. ولما شاف التصرفات الغريبة اللي بتعملها بدأ يشك فيها. المكان كان دايما مش مترتب، زي ما يكون كان في حد قاعد فيه معاها. وفلوسها كانت كتير جدا، أكبر من إن هي تكسبها من شغلة الخياطة. كمان كانت بتغلط وهي بتكلمه، بتقول أسماء ناس تانية. وده كان دليل في إيده، كل ده كان دليل كبير جدا في إيده. طبعا في الخمسينيات في الوقت ده ما كانش فيه ولا موقع تواصل اجتماعي ولا تليفونات. تخيلوا هي عاملة كل ده وما كانش فيه الحاجات دي. طبعا محمد واجهها كتير جدا، وحصل بينهم مشاكل كتير، وهي كانت بتنكر وبتحلف كمان.
ولما لقيته مش راضي يسكت على المشاكل دي، قررت ان هي تخلص منه وتقتله. كانت عايزة تنهي كل المشاكل اللي حواليها، كانت معتبراه ان هو السبب فيها. عشان كده بقت تحط له السم في الاكل. حطته له اكتر من مرة، وبعد ما يكون تعبان جدا سبحان الله ربنا ينجيه. بالرغم من ان هو كل مرة كان بيتعب فيها بيبقى عارف ان هي ورا تعبه ده، بس ما اخدش اي رد فعل. لما جربت كتير وما عرفتش تخلص منه، قررت ان هي تغير الطريقة، يمكن تفلح المرة دي. في يوم من الايام كان اخوها وولادها مش في البيت، ومحمد كان نايم. دلقت عليه الجاز وعلى البيت كله، وبعد كده ولعت فيه ومشيت. الناس شافت الحريقة واتجمعت على طول وخرجوه من البيت. سبحان الله لسه ليه عمر، ما حصلهوش اي حاجة خالص. الوقت ده حس محمد بالرعب منها، وقرر ان هو يبعد عنها وينجى بنفسه. طول ما هي قاعدة في البيت وحاسس بقلق. بعد كل المحاولات اللي هي عملتها علشان تخلص منه وما نجحتش، قرر ان هو يطلقها. راح للعمدة بتاع القرية اللي هم فيها وحكى له كل اللي هي بتعمله. حكى للعمدة كل حاجة عن محاولاتها الكتير جدا، وطلب منه ان هو يخليها تسيب البيت بتاعه هي والولاد وتسافر بعيد عن المكان كله. ما كانش بقى فارق معاه ان هي تاخد الولاد ولا تسيبهم له. كان عاوز يخلص منها، وما كانش كمان عايز اي حاجة تربطه بيها في المستقبل. لما العمدة بعت لها واتكلم معاها، حلفت له ان محمد ظالمها. طبعا سمعتها كانت سابقاها، وكان عارف عنها كل حاجة. وهنا قال لها ان هي لازم تسيب البلد، يا اما هو هياخد اجراء ضدها. وافقت على الكلام العمدة، خدت ولادها واخوها وراحوا لقرية تانية جنب القرية دي. قعدوا فيها، هي بتخيط واخوها شغال في الزراعة. بعد ما مرت سنتين جمعت 40 جنيه، وكان في الوقت ده المبلغ ده كبير نوعا ما، يعني يجيب لها بيت صغير في نفس القرية اللي هي فيها. البيت ده كان متكون من 3 أوض. أوضتين خدتهم تعيش فيهم هي وولادها وأخوها، وأوضة كانت بتأجرها للشباب اللي عايشين لوحدهم في القرية. أخوها في الوقت ده كان بدأ يكبر ويعرف إن ما ينفعش شباب غريبة تعيش معاهم في نفس البيت، وكان معترض على الموضوع ده. طبعا هي كانت أخته الكبيرة اللي مربياه، وكانت هي اللي بتتحكم في كل حاجة، وكانت كل مرة تقوله إن هي جايبة الفلوس ده من البيت ده من فلوسها، وهو ملهوش أي حاجة هنا، وملهوش إن هو يتدخل في أي حاجة تخصها. رجعت تاني تعمل الحاجات الوحشة اللي كانت بتعملها في القرية القديمة، وده طبعا كانت حاطة في دماغها من الأول، كانت مقررة إن هي تعمل كده، بس لما تجيب بيت يبقى بيتها هي لوحدها. عملت علاقة مع أول شاب جه سكن عندها، وطبعا الشباب عرفوا بعض وكانت بتاخد مقابل على الموضوع ده. بعد شوية كل الناس عرفتها في القرية، وبقوا يتكلموا عنها بطريقة وحشة جدا جدا زي ما حصل في القرية القديمة. كان فرق بس اللي بيحصل في القرية دي عن القرية القديمة إن المرة دي إبراهيم كان حاضر كل حاجة بتحصل، لكن هناك ما كانش شايف أي حاجة. أخوها اتكلم معاها كتير وقال لها لازم توقف اللي هي بتعمله ده عشان سمعته وسمعتهم وسمعة ولادها، بس هي طبعا ما كانتش بتسمع الكلام، وكانت كلام بتاخده من الودن دي وتخرجه من الودن التانية، ما كانتش بتهتم بيه ولا بكلامه أساسا. عاندت كتير مع أخوها إبراهيم وسابت الخياطة خالص، وركزت بس في الموضوع ده بس، وخلت الأوضة بتتأجر باليوم لمجموعة كبيرة جدا من الشباب. وطبعا كانت بتراضيهم كلهم، بس لما يدفعوا لها فلوس. هنا فقد أخوها إبراهيم الأمل إن هي ترجع عن الطريق اللي ماشية فيه، وهو مش عارف يعمل إيه معاها. فقرر إن هو لازم يروح لأهله في الجيزة ويجيب كبار العيلة بتاعتهم علشان يتدخلوا في الموضوع. سافر
وقعد في السفر 4 أيام، وبعد كده رجع وجاب خالين ليه هو وسعيد، وكانوا مفيش ما بينهم أي علاقات من زمان. وهنا اتكلموا مع سعيد وطمنوها وعرفوها كده ان هم عايزينها علشان موضوع في البلد، وان هي لازم تسافر معاهم، من غير ما يقولوا لها ان اخوها حكى لهم على كل حاجة. المهم قالت لهم انا هجيلكم خلاص، واتفقت معاهم ان هي لازم هتجيلهم بعد بس هتخلص شغل في القرية ديت وهتجيلهم على طول. لما سافروا عرفت ان ابراهيم اخوها راح اتكلم مع العيلة وعرفهم كل حاجة هي بتعملها. خدت الكلام منه بالراحة وقالت له ان هي هتروح طبعا الجيزة بعد يومين، وبعد كده على طول الناس اتفاجئت ان ابراهيم اختفى وما بقاش موجود في القرية، ومش عارفين له اي مكان خالص. بعد كام يوم كده جيرانها شموا عندها ريحة وحشة قوي قوي قوي، وقعدوا يسألوها عن السبب. كانت بتقول لهم كل مرة سبب مختلف. كانت مرة مثلا تقول لهم ان هي كانت مربية ارانب والارانب ماتت، مرة تانية كانت تقول لهم البط بتاعها مات وهو دوت اللي عامل الريحة الوحشة. كل مرة كانت بتقول لهم سبب مختلف. واحد من جيرانها القريبين لما لقى الريحة عمالة تزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله بشكل كبير جدا، راح اشتكاها للعمدة وقال له كل الحجج اللي بتقولها سعيد. كمان حكاله عن شكوكه اللي هي عاملة حاجة في البيت ده، خلى العمدة يشك برضه، واللي هو زود الشك عنده ان محدش يعرف حاجة خالص عن اخوها، واخوها مرة واحدة اختفى. طبعا كلهم كانوا شاكين ان هي ممكن تكون عملت حاجة وحشة في اخوها. هنا العمدة اتحرك، كلم الضابط الموجود في القرية، كان عايز الضابط يعرف ايه اللي مخلي الريحة الوحشة دي تطلع من البيت ويطمن الناس. دخلوا البيت وحاولوا يعرفوا الريحة دي جاية منين، ولقوها ريحة قوية جدا وجاية من أوضة سعيد. الريحة جاية من تحت السرير. هنا العمدة والضابط جمعوا شوية فلاحين وخلوهم يحفروا تحت السرير عشان يعرفوا مصدر الريحة. فعلا لما حفروا لقوا جسم الشاب مش لابس أي هدوم ومش باين له أي ملامح لأن الجثة ابتدت تتحلل. فتشوا البيت كله ولقوا في الفرن هدوم بتاعته عليها دم، وبصوا لقى ابنها الصغير ملامحه صعبة جدا، شكله كده اتعرض للضرب والتعذيب. قعدوا يفهموه ويهدوه لحد ما سألوه عن خاله إبراهيم. هنا ابنها قال لهم أيوة ماما هي اللي موتت خاله إبراهيم. كمان حكى إن هي عملت كده قدامه هو وأخته، وقالت لو حد اتكلم أنا هحطه مع خاله في نفس الحفرة. طبعا لما جه إبراهيم من الجيزة وحكى لها إن هو عارف العيلة كل اللي هي بتعمله، سكتت خالص وقررت إن هي لازم تاخد حقها منه. وطبيعي كانت تعمل كده لأن هي حاولت كتير مع جوزها ومش هتتراجع أبدا أبدا عن اللي هي بتعمله. عملت كده بالفيس، وابنها هو اللي شهد عليها وقال ماما هي اللي عملت كده في خاله، ضربته على الفيس براسه. وهي أكدت بعد كده الكلام ده، وإن هي ما سابتهوش غير لما هو فارق الحياة خالص، وعرفت وتأكدت إن هو مات. وكانوا الأولاد واقفين بيتفرجوا عليها. بعد ما مات حفرت حفرة تحت السرير وشالت هدومه وغطت عليها، فضل لمدة 15 يوم في نفس المكان. ما كانتش بتأثره خالص، وكانت بتنام وتصحى عادي جدا، وهو أخوها الصغير اللي بترعاه، وما كانتش تقدر تبعد عنه. طبعا البوليس قبض عليها واتحكم عليها بالإعدام، وده حكم قليل جدا جدا عليها. في الوقت ده القنوات التلفزيونية كلها كانت بتقول عليها إن هي سفاحة الخمسينات. شكرا لوجودكم معايا لآخر دقيقة من القصة دي، وبفكركم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان هي لسه جديدة، ونبقى عيلة كلنا مع بعض، وتبقوا انتم معايا من بداية مشواري وبتشجعوني. وبشكركم جدا جدا مرة تانية. السلام عليكم.